هلو هلو. عندك كمية موز بالبيت ما حد يقبل ياكلها من الجهال؟ تعالي على السريع نسويها حلا كلش طيب ولذيذ. هنا عندنا كاستر حطيناه على النار. مكونات الكاستر عبارة عن باودر الكاستر وشكر وفانيلا أو حليب. حطيناها على النار تفور إلى أن تكون جاهزة. هنا عندنا الموز، طبعا ما حد راح ياكله فراح نسويه حلا. الحلا اليوم هاي المواعين جاهزة، راح نحط الحلا بهاي المواعين. الموز قطعناه بمثل هذا الشكل وقسمناه إلى قسمين. ثاني خطوة، أي نوعية كيك عندك فتفتيه وخليه فوق الموز. ثالث خطوة، نخلي الكاستر على الطبقين بمثل هذا الشكل. وهسه نزين الوجه بأي زينة احنا نحبها، وأكيد الفراولة. وصار الطبق عندنا جاهز، وخلي نشوف منو ما يقبل ياكله اليوم. وهذا أطيب وأسرع حلا موجود بالموز، ممكن تحضريه بالبيت بمكونات اقتصادية وموجودة بكل بيت. وبألف عافية عليكم.